ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنعمل تحدي الثلاث مطاعم ضد بعض عشان نشوف مهنه احسن واحد فيهم. بصوا بقى يا جماعه، معانا النهارده مطعم تشيكن كريز ومعانا تشيكرز ومعانا ماكسز. فالنهارده عملنا بقى تحدي 3 مطاعم ضد بعض، فاحنا عايزين نشوف بقى مين اللي هيتفوق على التاني. يعني النهارده بقى ايه الفيديو ده حماسي، اضغطوا لايك بقى واشتركوا في القناه علشان بقى بنحاول ننوع لكم في الفيديوهات بتاعتنا. فاحنا عايزين بقى توقعوا برده في الكومنتات، اللي جرب المطاعم ديت يكتب لنا في الكومنتات. فاحنا بقى ايه جايبين كل الوجبات زي بعضها، واخترنا احسن ثلاث مطاعم في البلد عشان نقيمهم واحد واحد. فاحنا عايزين بقى نشوف بقى مين بقى اللي هيبقى يتفوق على التاني ومين اللي هياخد ده رقم واحد. نبدا باي واحد الاول. ماكس. خلينا بقى نبدا باول حاجه زي ابراهيم قال لنا، خلينا نبدا بماكسز. نشيل بقى الحاجه دي على جنب كده. يلا يا روما. طبعا يا جماعه ايه دول 3 مطاعم بيعملوا فراخ مقليه مقرمشه، وعايزين نشوف احسن قرمشه كمان هتقرمش معانا. بص مبدئيا بقى كده ايه هو ادي كده اللي هم 3 قطع. ده ايه ده كله سلو تقريبا، وده كاتشب ومناديل وقطعه خبز. طيب يا جماعه انهم هنا حاطين لنا بقى ايه قطعتين هنا، وفي قطعه لوحدها عشان دي ايه سبايس يعني عشان احنا قلنا المشكل خليها هنا السبايسي. وطبعا برضو ايه معانا بطاطس وده كله سلو. بصوا يا جماعه ايه علشان بس ايه نوريكم الحاجه بالظبط كده هنا كده دبوس. انا عايز اوريكم القطعه قد ايه. شايفين القطعه كبيرة بصراحة، حجمها كبير قوي يعني، وهنا ايه الدبوس صغير. يلا عشان ندوق ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. نقول بسم الله. بصوا يا جماعه تقريبا دي شكلها سبايسي معايا. يلا بسم الله. اللحمه من جوه نضيفه. لا شكلها حلو. المفروض ان دي سبايسي، بس السبايسي انا مش شايف طعم سبايسي خالص. ندوق بقى ايه كول سلو بتاعتهم. طب والله الكول سلو بتاعهم طعمه جامد. بصراحة حلو مش وحش. يعني الكول سلو ده ينافس الجماعه اللي احنا ايه عاملين مقاطعه معاهم بجد والله. البطاطس بقى بتاعتهم دول بطاطس كده، البطاطس عاديه خالص ما فيهاش توابل يعني. وكل ما رضاش اخليها حراقة عشان ايه؟ العيش برضه هو طري وفريش كده. بص يا باشا انا ممكن بقى ايه ايوه تعمل بقى كده، هتفتح فتحه حلوه كده وهتحطها جوه هنا كده. انت عارف تعمل ايه كمان؟ وحته كولسلو عليها. كولسلو كمان. شويه بطاطسايه كده. يلا نقول بسم الله. بسم الله. طيب نخش بقى على الوجبه اللي بعديها. بصوا بقى يا جماعه هو عامل عرض تمام. هو برضه هي ال3 قطع، بس فيك الفرق بس ان هو ايه ضايف واحد رز عادي بس، لكن هو برضه 3 قطع وكيلو سلو ومفيش برضه معالق. ازاي يعني؟ تشيكرز لوحدها اللي جايب معالق. جايب رز ما فيهوش معالق؟ لا مفيش معالق. بس انا عايز اقول لكم ان الاسعار كلها ده بعمل عرض عليه ب 145، لكن الوجبه الاولانيه كانت ب 160. وده معاه رز. ده مع رز، بس احنا ايه الرز مش في التجربه، بس احنا هنجربه لكم في الاخر يعني. نجيب بقى ايه طبقنا الحلو كده ونطلع عليه القطع. ادي ده فخد ده تمام، وده صدر ودبوس. بس الدبوس ده اكبر من اكبر من الثاني، والقطعه دي برضه كبيره. هبدا بقى ايه انا بدبوس كده. شايفين الدبوس عشان انا ما اكلتش دبوس المره اللي فاتت. ده بقى الصدر. هنا الصدر اصغر من التاني شويه، لكن هنا الدبوس اكبر من المطعم الاولاني شويه. بس مش ناشف، التاني كان ناشف. يلا ندوق. ابراهيم بقى بيحب ياكل بالكاتشب. لا انا عايزك تفتح بقى من جوه كده بص بقى عندي من هنا ايه الفراخ بيضه من جوه. وهنا برضه الفراخ التانية كانت محمره سنه، ده عشان السبايس بتاعها، بس كان سبايس ضعيف خالص. حط بقى عليها شويه كاتشب كده. ويلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. يلا. هنا القرمشه ضعيفه والفراخ يعني ايه تحس انها طرت شويه مش عارف يعني. دي سبايسي. دي سبايسي واللي معايا سبايسي برضه.
الوجبه دي كلها سبايسي. ايوه الصراحه طعمها احلى من التاني. والله. هي حلوه بس القرمشه بتاعتها ضعيفه خالص. لا مفيش طريه خالص. حلوه قوي. طعمها جميل والله. مع ان انا بحب الحاجه اللي هي المحمره جامد، بس دي مش محمره جامد بس طعمها حلو. هو يمكن بس علشان ايه هي جت في الدليفري وكده في العربيه واحنا جايين في الطريق، فتلاقيها بقت ايه طريه شويه. هو اصلا عامه يا جماعه الصدر يعني ايه بيبقى طري كده وحلو. حلو قوي. طبعا البطاطس بتاعتهم طريه، مش مرمشه جامد. شكلها دي بس البطاطس دي كبيره اضخم من التانيه. دي ملحمه تحس فيها لحم كده. يمكن الوجبه دي عشان كانت اكتر وجبه سخنه فيهم ف طرق. ودول كولسلو. بسم الله. هو كرنب فيه كتير. كلهم بيعملوا خفا. الاولانيه كانت احلى، الكرنب هنا كتير قوي. كروم بياما فعلا. الكروسلو التاني احلى. بس الفراخ دي يمكن الصدر احلى من الدبوس بطبيعته. الصدر احلى من الورك. هو طبيعه الصدر بتبقى لحم فيه مفتله. بس هو حلو الصراحه يعني كتجربه برضه حلوه. بس جميل والله. نخش على الوجبه اللي بعديها. برضه هنا جايب توميه. التاني ما كانش فيهم توميه، كان كله كولسلو. واحده عيش وكاتشب ومناديل وكده يعني وحركات. بس هنا مفيش كولسلو. بقى ايه نفتح ونقول بسم الله. ومعانا بقى هنا ايه ده برضو بطاطس عشان يبقى بقى ايه 3 قطع كده. خش عليا يا باشا. شويه بطاطس كده. ايه البطاطس مش عارف هي بتبقى طريه ليه كده الصراحه يعني، عشان سخنه بنحطها على بعض. بس كميه بطاطس كتير الصراحه. كلهم عاملين برص يعني. اوه. وانا اخش هنا ايه على الصدر. بصوا بقى. بصوا يا جماعه اللحمه من جوه نضيفه وبيضه. بيضة صح؟ يلا نقول بسم الله. بسم الله. حلوه قوي قوي. مش سبايسي جامد. سبايسي بس سبايسي هادي. بص بقى احنا نحط في التوميه كده. سامعين القرمشه؟ طعمها جميل والله. بطاطس عاديه ومش حاطين بهارات. المطعم الاولاني ماكسس كان حاطط بهارات. العيش برضه بتاعهم نفس التغيير. بص يا باشا. الله الله بحب انا العيش ده. انت عارف بقى ايه بتفتح العيش كده اهو وتعمله سندوتش. انا اصلا من عشاق اللي بقى ايه العيش الكايزر تاخد فيه حته فرخه كده. نجيب بقى ايه عليه شويه توميه. نخش يا باشا. طعمها حلو قوي. حلو. لون الصدر كده. خش على الصدر. عاوز اقول لكم ان الفراخ حلوه ما فيش فيها اي زفاره خالص. ونضيفه ومقرمشه. بص انا عايز اسمعكم القرمشه بس. كتر مني القرمشه. ايه رايك بقى في الميكس ده؟ الميكس ده جامد. طعمها جميل. حلو قوي. الله. عاوز اقول لكم ان احنا اصلا ما فطرناش من الصبح. ده فطاري الساعة 12 بالليل. هي بقى ضربت في دماغنا كده نعمل ايه بقى؟ نجرب المطاعم ديت الثلاثه مع بعض. قلنا هنشوف احسن واحد فيهم. معانا بقى ايه الاخير اخر حاجه اللي هو الرز ده بتاع اللي هو تشيكن كريسبي ده العرض. ده هنجربه لكم بقى ايه. هو ده طبعا ده خارج التجربه خارج المنافسه. بس بما ان هو جه هنقول بقى ايه راينا برضو فيه يعني. رز ريزو بس معلوش اي فراخ ولا اي حاجه.
بسم الله. طعمه حلو قوي. طعمه جميل. بص بقى انت ممكن بقى تعمل كده اهو، حط عليه الفرق حط عليه فراخ وتوميه كمان وطوميه وغرق يا باشا. بس بامانه تحفه. اخش كده. ولي نكهه ايه مختلفه. رايك بقى في الميكس ده كده؟ حلو قوي. طيب يا جماعه كده بقى ايه، خلصنا الحلقه. هقول لكم بقى احسن مطعم او بالترتيب المطاعم اللي عجبتني بالترتيب. طبعا رقم 1 تشيكارز، تاني واحد تشيكن كريسبي، اخر واحد ماكسز يا جماعه. ده بالنسبه لشخصيتي انا، مش عارف بقى يا ابراهيم بقى ايه اللي عجبك. رقم 1 هو اللي عجبني اكتر اتنين عجبوني تشيكن كريسبي وتشيكارز. بس في ميزه يعني التشيكن كريسبي كانت الفراخ بتاعته طريه ومع ذلك كانت حلوه. يعني ممكن اي محل تاني عشان الطريقه تبقى وحشه، فانا هديله رقم 1 عشان هو عشان ابراهيم بيحب الفراخ طريه. لكن رقم 3 ماكسز الصراحه كانت الفراخ من جوه محمره شويه مش عارف يعني انا كنت بقول من التتبيله فطلعت مش من التتبيله لا. صح. انا شفتها في الاخر مش من التتبيله ده صح، هي فراخ محمره شويه كده. نص سوا او حاجه زي كده. بس هو اللي عجبني يعني ايه، هو تشيكارز تشيكن كريسبي ماكسز. وانا تشيكن كريسبي تشيكارز ماكسز. طب يا جماعه احنا كده وصلنا لنهايه الحلقه بتاعت النهارده. هي كانت حلقه خفيفه كده ايه، وقلنا نغير لكم بس في الفيديوهات شويه كده ايه، يعني ضربت في دماغنا انا وابراهيم نجيبهم 3 مطاعم ونجربها معاكم. فلو في افكار جديده برضو اكتبوا لنا في الكومنتات، ونشوفكم على خير في تحدي جديد. ونقول لكم يلا سلام.